راه خص المواطن والمواطنه يفهموا ويوعوا بان هذه الوقفه اللي دايرينها المحاميات والمحامين اليوم امام ساحات البرلمان وهذه النضالات ديالهم هي لاجلهم. كيفاش غيمكننا نتصوروا هذه المساله هذه؟ الا ولات مثلا امراه باغا ترفع دعوه ديال النفقه، ولا دعوه ديال ثبوت النسب، ولا دعوه ديال الطلاق، وما كتعرفش بغات دير محامي ان ينوب لها على الحقوق ديالها باش ياخذ لها الحقوق ديالها وكل شيء، فكيلزمها انها تدفع واحد المبالغ مهمه اللي هي اللي مسطره في قانون الماليه ديال 2023. فبالتالي فالمواطن اتضرر بزاف من غلاء الاسعار ومن هذه المعيشه الصعبه اللي ولا كيعيشها. غنزيدوا هذه المقتضيات الضريبيه، اذا حنا باش من طريقه واش من وجه غادي يمكن لنا نتكلموا مع هذه المواطنه او المواطن. وكذلك حتى ملي كنتكلموا على القوانين، غنعطيكم مثال ان قانون الجنائي السيد وزير العدل كيصرح كيقول لك بانه هل يعقل انني نجرم الخمر والسيد كيقتني كيشري الخمر وكيخلص الضريبه؟ الى حيدتي هذا العقاب على الخمر والتغريب على الخمر، اذا غادي نولي انا جاي خارج من داري نلقى 4 الناس 5 الناس جالسين حاطين قرعه الشراب قدامهم في الشارع العام ما يتعاقبوش ومخلصين الضريبه. اذا هذه هي الدوله اللي انت باغينا نوصلوا لها. كيجي السيد وزير العدل من جهه اخرى كيتكلم على العلاقات الرضائيه، كيقول لك السيد والسيده بغاو، اش غنديروا لهم حنا؟ ما عندنا ما نديروا لهم، حتى الا كان الزوج حتى الا كانت الزوجه، علاش غنبلغوا الزوج وعلاش غنبلغوا الزوجه؟ واش هذا هو المجتمع اللي كنرغبوا فيه؟ مجتمع متفكك اخلاقيا، هذا هو اللي كنبغيه. كنجي بحال مثلا المهم الاخوان، والله العظيم الله يجيب لي فهمنا وما يعطينا والو. هادشي اللي ولينا كنطلبوه من المتتبعين ديالنا، وهادشي علاش الاخوان حنا كنتكلموا في جميع الفيديوهات ديالنا على هاد المواضيع اللي كتخص المواطن. فعلا اخوتي راه ما بقاتش شي حاجه كتفرح، هانتوما كتسمعوا، وراه يمكن الاخوان هادشي راه ماشي من عندي، راه بزاف ديال الناس الاخوان راه كيتكلموا بنفس الكلام اللي كنتكلم انا الاخوان. هادشي علاش حنا كنتمناو من الانسان يعرف الاخوان شنو تابعوا. المهم اخوتي فعلا الاخوان ما بقاتش شي حاجه كتفرح، نهار على نهار كنسمعوا شي مسائل اللي فعلا كتصدمنا، نهار على نهار الاخوان، والله العظيم نهار على نهار كنتصدموا بهاد القرارات ديال هاد الحكومه الاخوان، وما عارفينش هاد الناس هادو واش فعلا عارفين راسهم شنو كيديروا ولا لا. هما المحاميين خرجوا، المحاميين راه مادام خرجوا اخوتي العزاز راه كانوا عارفين ومتيقنين بان هذيك المهنه ديالهم غادي تدمر نهائيا، لان المحامي عنده واحد الصلة كبيرة بالمواطن الاخوان، ومادام هاد الطبقة يعني الفقيرة الاخوان والمتوسطة ما عاد بقاش تمشي للمحاكم، من طبيعة الحال هاد مهنة المحامي غادي تدمر نهائيا. وهو الاخوان كل شي عنده صلة بهاد المواطن الاخوان. حتى هاد الحكومه الاخوان راه ملي كتبغي تخرج الفلوس راه كتخرج من هاد المواطن الاخوان، وخير دليل هاد الحكومه ملي كتجمع الفلوس اخوتي العزاز، ملي كيعمروا عند الصناديق كتولي تعطيهم للاغنياء بحجه الاستثمار الاخوان. سمعنا واحد المشروع استثمروا فيه 20 مليار، سمعنا واحد المشروع استثمروا فيه 10 المليار، مي كيجيو يحسبوا في الاخر كيلقاو ما بقى حتى شي مليار. اجي نجمعوه مع عند المواطن الاخوان. هادشي اللي قال هاد المحامي الاخوان راه فعلا كلام خطير اخوتي كيتسنانا، لان فعلا هاد الحكومه الاخوان يمكن باغيه من 2023 الفوق
لأن هذا قانون المالية ديال 2023 اللي خارج فيه هذا القانون هذا. يمكن ما خصهمش يبقى يوصل حتى شي مواطن للمحكمة، لأن شكون اللي متضرر بزاف راه هما هذوك الطبقة اللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبقة الإخوان اللي الله معاها وصافي. وحنا كنعرفوا المحاكم بيش عمرها، راه ما عامرهاش بالاغنياء الاخوان، راه اغنياء اصلا ما كيتزوجوا ما كيتزمروا ما حتى شي حاجه. اغنياء اخوتي راه اللي بغاوها راه كيقولوا شبيك لبيك راه كتكون حداهم. راه المزارط هما اللي كيتزوجوا، المزارط هما اللي كيديروا العيال، والمزارط هما اللي كيديروا والمزارط هما اللي كيدابزوا، هما اللي كيتقاتلوا، هما اللي كيدابزوا على راه هما المزارطه الاخوان. راه اللي عنده راه ما اصلا ما عايشش معانا، راه يفطر هنايا ويتغدى في برشلونه، ويتغدى ببرشلونه ويتعشى ببروكسيل. راه هادشي اللي خصهم يفهموه بزاف الناس. وهذا القانون اللي فعلا الاخوان في حاله الى الطباق اقول ان لله وانا اليه راجعون، باش يولي شي واحد يقدر يدير المحامي. وحنا عارف راه المحامي راه مادام خرج كيدافع على هذا القانون باش يلغيوه، راه هو عارف ومتيقن بان المهنه ديالو راه فعلا غتدمر. لان الاخوان فعلا وصلنا لواحد الوقت اللي وقيل غنقدروا نخصلو يدان على هذه الحكومه، غنقدروا نخصلو يدان على هذه الحكومه نهائيا الاخوان. وهذا الوقت الاخوان كل ما قرب هاد 2023 ما عارفينش الاخوان شنو كيتسنانا. هادشي على البدايه الاخوان، ما عارفينش 24 كيعدوز، وما عارفينش 25 كيعدوز. والطمه الكبرى هما راه هاد الناس هادو الاخوان راه ما كيحشموش. هاد الناس هادو راه ما عندهم علاش يحشموا. هما الا تكلمتي معاهم راه يقول لك درنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا. وحنا اللي كيهمنا حنا ما عارفينش شنو الداخل بيناتهم. حنا اللي كيهمنا هما يمشيو ندقوا على البقال الاخوان ولقاو عنده هذيك الاسعار اللي شعلت فيها العافيه تنخفض، ومن يمشيو للسوق لقاو الاسعار اللي شعلت فيها العافيه انخفضت. راه مادام ما نقص حتى شي حاجه راه هاد الناس هادو راه ما دايرين والو الاخوان، راه ما دايرين حتى شي زفته. المهم الاخوان نكتفيو بهذا القدر هذا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى في هذا النهار المبارك ربي يفرج علينا ويفرج على جميع الامه الاسلاميه. دائما كنشكر جميع الاخوان والاخوات، وخصوصا خوتنا المغاربه داخل الوطن او خارج ارض الوطن. ودائما اخوتي شعارنا واحد: الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى